السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ هنبدأ النهاردة حل على جزء المقاومة. هنكتفي بس ب25 سؤال. هنحل من السؤال 46 لسؤال 70. بس تعالوا نفهم الأول يعني ايه مقاومة ونلخص القوانين بتاعتها. المقاومة الكهربائية يعني ايه أصلا مقاومة؟ تعالوا نفهم مع بعض يعني ايه مقاومة. ذرات مادة الموصل اللي هي دي بينها فراغات اهي، ده بيسمح للإلكترونات إن هي ايه؟ تعدي بين الفراغات دي. لكن الذرات دي بتتحرك حركات اهتزازية بس وهي في مكانها، ده بيخلي الإلكترونات الحرة وهي ماشية تتصادم معاها، فده بيعوق حركتها، فهي دي المقاومة. بتتوقف على 4 حاجات. أول حاجة درجة الحرارة، كل ما درجة الحرارة بتزيد كل ما المقاومة بتزيد. ده لأن أنا كل ما برفع درجة حرارة الموصل الذرات بتكتسب طاقة أكبر فبتتحرك بسرعة أكتر، فده بيخلي معدل التصادم بينها وبين الإلكترونات أكتر، فده بيزود المقاومة. رقم 2 نوع المادة، لأن كل مادة عن التانية بتختلف في عدد الإلكترونات الحرة. رقم 3 طول السلك، طول السلك كل ما طول السلك هيزيد كل ما المقاومة هتزيد، لأن أنا كل ما بطول السلك كل ما معدل التصادم هيكون أكبر، فبالتالي المقاومة هتكون أكبر. رقم 4 المساحة، كل ما المساحة هتزيد كل ما المقاومة هتقل، لأن أنا لو كبرت المساحة دي، لو كبرتها الفراغات بين الذرات هتكون أكتر، فبالتالي المقاومة هتكون أقل. فنستنتج من كده إن الآر من العلاقة دي إن الآر بتتناسب إيه؟ طردي مع ال، وهنا الآر بتتناسب عكسي مع ال، فبالتالي الآر هتساوي إيه؟ الآر هتساوي ثابت في في ال على ال، والثابت ده اللي هو نوع المادة رو اي في ال على ال. طيب المقاومة النوعية اللي هي الرو اي بتساوي ايه؟ المقاومة النوعية بتساوي الار في ال على ال. عندي حاجة اسمها التوصيلية الكهربية بتساوي 1 على ايه؟ على المقاومة النوعية، بتساوي مقلوب ايه؟ المقاومة النوعية، فهتساوي ال على الار في ال. طيب في حالة السحب والضغط وإعادة التشكيل هقولك دلوقتي هنستخدم فيها الفوليوم. الفوليوم بيساوي ال A في ال L، ومنها ال L بيساوي الفوليوم على ال A، وال A بتساوي الفوليوم على ال L. تمام كده تمام. القانون الأساسي بتاعنا اللي هو ال R بتساوي رو E في ال L على ال A. هشيل مرة ال L وهشيل مرة ال A، هنشيل ال L ونعوض عنها. الرو E في ال L بتساوي الفوليوم على ال A، فوليوم، وال A هتنزل تحت ومعانا ايه كمان؟ يبقى ايه تربيع. هنعوض مرة بال A، رو E في ال L، وال A بتساوي الفوليوم على ال L، وال L هتطلع فوق تبقى L تربيع. تمام كده تمام. ده في حالة ايه؟ قالك إعادة السحب والتشكيل. طب لو جه حاجة تانية قالك أنا عاوز الكتلة أو الكثافة، الكتلة بتساوي ايه؟ ال M بتساوي الفوليوم في الرو، ومنها الفوليوم بيساوي ال M على الرو. طيب هعوض مرة في القانون ده ومرة في القانون ده. من هنا ال R هتساوي رو E في، هنشيل الفوليوم ونحط مكانها ايه؟ ال M على الرو، M، والرو هتنزل تحت في ال A تربيع. طيب في القانون ده ال R هتساوي رو E في ال L تربيع، والفوليوم M على الرو، والرو هتطلع فوق. تمام كده تمام. يلا بينا نشوف المثال بتقول ايه. سؤال 46 سلك معدني طوله 20 متر يبقى ده ال، ومساحة مقطعه نص سنتيمتر مربع يبقى ده ال، والمقاومة النوعية لمعدنه 10 أس سالب 7 يبقى ده الرو E. فإن المقاومة الكهربية للسلك تساوي، هو عاوز ال R. تعويض مباشر، ال R بتساوي رو E في ال L على ال A، هتساوي الرو E مديهالك 10 أس سالب 7 في، وال L مديهالك 20، المساحة مديهالك بنص بس هنا خلي بالك مديهالك بالسنتي، فهنضرب في 10 أس ايه سالب 4 علشان هي ايه؟ سنتيمتر مربع، بتساوي ايه؟ 0.0
4 يبقى الإجابة هتبقى رقم ب. سؤال 47 سلك من الحديد طوله 3.14 يبقى ده ال ونصف قطر مقطعه نص مليمتر يبقى ده ال R. وصل ببطارية فكان فرق الجهد بين طرفيه 5 فولت يبقى ده ال V. إذا علمت أن المقاومة النوعية للحديد 10⁻⁷ يبقى ده الرو E. هو عاوز شدة التيار. شدة التيار اللي هي ال I بتساوي ايه؟ بتساوي ال V على ال R، وانا مش معايا هنا ال R فهجيبها. ال R بتساوي رو E في ال L على ال A. مش مدينا ال A لكن مديك نصف القطر، فاحنا هنجيب المساحة على طول. رو E في ال L هتبقى المساحة باي R تربيع. تعالوا نعوض. الرو E مديهالك 10⁻⁷ والطول مديهولك 3.14 الباي مديهالك 3.14 في الار اللي هي 5/10 هنضربها في 10⁻³ علشان هي بالملي. الكل تربيع هتساوي ايه؟ هتطلع 4/10 اوم. تعالى نجيب الاي بتساوي الفي على الار، والفي مديهالك ب5 يبقى هتبقى 5/4 اللي احنا جبناها هتساوي 12.5 امبير. يبقى الإجابة هتبقى رقم د. سؤال 48 سلك طوله 200 متر يبقى كده ال ب200 والمقاومة النوعية اللي مدته 3.14 في 10⁻⁷ يبقى دي الرو E. يمر خلال مقطعه 2 في 10⁻19 إلكترون يبقى ده ال N خلال الثانية الواحدة. معنى كده إن الزمن بيساوي 1. عند توصيله بمصدر فرق الجهد هيكون 64 يبقى ده ال V. عاوز نصف القطر. نص القطر عشان أجيبه هجيبه من ال R. عشان أجيب ال R لازم يبقى عندي ايه؟ شدة تيار وفرق جهد. فأنا عندي فرق الجهد اهو. هنجيب شدة التيار ال I بتساوي ال Q على ال T، وأقدر أفك ال Q هنا لل NE على ال T. ال N مديهالك ب2 في 10⁻19. شحنة الإلكترون اللي هي 1.6 في 10⁻⁻19 والزمن مديهولك ب1 هيساوي. احسبها على الكالكوليتر هتطلع معاك بإيه؟ 3.2 أمبير. هنجيب المقاومة ال R بتساوي ال V على ال I هتساوي ال V مديهالك ب64 على شدة التيار اللي احنا جبناها 3.2 هتساوي ايه؟ هتساوي 20 اوم. تعالى نجيب ايه؟ نجيب نص القطر. ال R بتساوي رو E في ال L على المساحة اللي هي بتساوي ايه؟ باي R تربيع. يبقى من هنا ال R هتساوي، ناخد الجذر عشان هو تربيع، هتبقى رو E في ال L على الباي R. هنحسبها. الرو مديهالك ب3.14 في 10⁻⁷ ومدينا ال ب200 والباي ب3.14 في الار اللي احنا جبناها اللي هي 20. هتحسبها برضو بالكالكليتر هتطلع معاك 1/1000 اللي هو ايه؟ 10⁻³ متر. يبقى الإجابة هتبقى رقم ج. سؤال 49 إذا زاد طول سلك من النحاس إلى الضعف، يعني ال L زادت للضعف بقت 2L ونقصت مساحة مقطعه إلى النص يبقى ال A قلت لنص بقت نص ال A. عاوز المقاومة اللي هي ال R بتساوي رو E في ال L على ال A، والرو عندي هنا ثابتة لأنها نفس المادة مغيرناهاش، يبقى هتساوي هنغير بس ال L هتبقى 2L وال A قلت للنص. الاتنين هنا هتطلع لفوق لأن مقام المقام بسط هتبقى 4L على ال A. يبقى هنا ايه؟ زادت ل4 أمثالها. يبقى الإجابة هتبقى رقم ج. سؤال 50 بيقولك عند زيادة طول موصل للضعف برضو ال L زادت ل2L ونقصت مساحة مقطعه للنص يبقى بقت نص ال A. عاوز المقاومة النوعية. المقاومة النوعية اللي هي رو E دي بتتوقف على ايه؟ على حاجتين: نوع المادة وايه؟ ودرجة الحرارة. هل انا في السؤال غيرت نوع المادة او درجة الحرارة؟ لا، يبقى هي مش هيحصل لها حاجة لا تتغير. يبقى الإجابة تبقى رقم د. سؤال 51 ثلاثة أسلاك متماثلة X و Y و Z يتصل كل منها بفرق جهد V،
حفظت عند درجة حرارة 3T و2T وT على الترتيب. يبقى ال3T بتاعة الإكس وال2T بتاعة الواي والT بتاعة الزد. فأي من هذه الأسلاك تتصادم الإلكترونات الحرة مع ذراته بمعدل أكبر. كنا شرحنا في الأول خالص إن كل ما هنزود درجة الحرارة الR هتزيد. معنى إن الR هتزيد يعني معدل التصادم زاد. يبقى السلك اللي هيكون أكبر درجة حرارة هو اللي معدل التصادم فيه هيكون أكبر، يبقى السلك إكس. يبقى الإجابة هتبقى رقم 1000. رقم 2 بيقولك يمر به تيار كهربي له شدة أكبر. اللي أكبر شدة تيار هيكون أقل مقاومة، واللي أقل مقاومة يبقى أقل درجة حرارة، والسلك اللي أقل درجة حرارة هو زد. يبقى الإجابة هتبقى رقم ج. سؤال 52 فيها الدائرة الكهربية المقابلة بتحريك زار الكريوستات من موضعه تجاه الموضع B. أي الاختيارات التالية يوضح ما يحدث؟ الزالق اهو، التيار بيمشي من هنا لحد الزالق، بينزل وبعدين يمشي في حتة المقاومة دي وبعد كده يكمل عادي في الدايرة. تمام. طيب احنا هنحرك الزالق ده، هنخليه ناحية الطرف B، يعني هننقله هنا مثلا. فلما ننقله هنا التيار هيمشي ازاي؟ التيار هيمشي من هنا، هيمشي كده 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 لحد الزالق مكان ما حركناه، فهيمشي في حتة المقاومة دي بس. فمعنى كده ان طول السلك بتاع الريوستات قل. يبقى الإجابة يا إما دي يا إما دي. طيب لما ال هتقل يبقى الار هتقل، يبقى شدة التيار هتزيد. ده ليه؟ لأن الآي بتساوي الفي على الآر، والفي هنا اللي هو جهد البطارية فثابت، جهد البطارية ما بيتغيرش. فالعلاقة بين الآي والآر علاقة عكسية، يبقى شدة التيار هتزيد والسلك هيقل. يبقى الإجابة هتبقى رقم ج. رقم 53 أي من الأشكال البيانية التالية يمثل العلاقة بين المقاومة لعدة أسلاك من النحاس لها نفس الطول ومساحة المقطع. يبقى هو عاوز العلاقة بين الآر والA. تمام. الآر بتساوي رو ال على الA، وقالك إن هي من النحاس، يعني ليها نفس المادة، يعني الرو ثابتة. وقالك ليها نفس الطول، يبقى ال ثابتة برضو. يبقى العلاقة بين الR والA علاقة عكسية، يبقى الR والA علاقة عكسية. يبقى الإجابة هتبقى رقم د. سؤال 54 مجموعة من الأسلاك لها نفس الطول، بعضها من معدن X والبعض الآخر من معدن Y، والشكل البياني يمثل العلاقة بين المقاومة الكهربية ومربع نصف القطر عند نفس درجة الحرارة. فأي العلاقات التالية صحيحة عند مقارنة التوصيلية الكهربية للمعدنين؟ أنا هشتغل من قانون المقاومة. الR بتساوي رو E في ال على المساحة، وهنا المساحة هنفكها لباي R تربيع، والتوصيلية الكهربية اللي هي السيجما بتساوي 1 على الرو E، والعكس صحيح، يعني الرو بتساوي 1 على السيجما. فأنا هشيل الرو ونعوض عنها ب1 على السيجما، هتساوي 1 على السيجما في ال على الباي R تربيع. فأنا عشان أعرف أنهي أكبر توصيلية كهربية فأنا هستغل الR. عشان يبقى في بينهم علاقة عكسية لازم العوامل دي كلها تبقى ثابتة، فهو قالك إن هي لها نفس الطول، يبقى ال دي ثابت، والباي كده كده ثابتة. فالار انا اللي هثبتها، هاجي هنا على الرسمة وهنثبت نقطة ونطلع لحد الواي ونمشي كده. يبقى دي الار واي. عند نفس النقطة هنطلع عند الاكس، يبقى دي الار اكس. يبقى الار بتاعة الاكس اكبر من الار بتاعة الواي، والعلاقة بينهم عكسية عشان العوامل دي كلها ثابتة. يبقى التوصيلية الكهربية بتاعة الاكس هتكون اقل من التوصيلية الكهربية بتاعة الواي. يبقى الاجابة هتبقى رقم ب. سؤال 55 الشكل المقابل يوضح موصل مقاومة نوعية لمادته رو وكانت مساحتها مقطعي طرفيه و2 فإن قيمة مقاومته هتكون. هو هنا مديك مساحتين مختلفين، احنا متعودين على الشكل المنتظم اللي هو نفس المساحة في الطرفين. فاحنا هنا هنشتغل ازاي؟ هنجيب المتوسط. يبقى المتوسط بتاع هيكون زائد 2 على 2 هيساوي 3 على 2 يعني 1.5 تعالى نشتغل في القانون العادي بتاعنا. الار بتساوي رو في ال، وهنا المساحة كانت
1.5 A، يبقى الإجابة هتكون إن هي أقل من الرو E في ال على ال A. سؤال 56. إذا علمت أن المقاومة النوعية للنحاس 1.8 في 10⁻⁸ فإن. تعالوا نجرب واحدة واحدة ونشوف. مقاومة موصل من النحاس طوله 1 متر يبقى ده ال L، وقطر مقطعه 1 متر يبقى ده ال2 R، هتساوي 1.8 في 10⁻8 أوم، يبقى دي ال R. تعالوا نجرب ونشوف ال R هتطلع نفس القيمة ولا لأ. ال R بتساوي رو E في ال L على ال A، هنفك ال A هنا تبقى رو E في ال L على باي ار تربيع، هتساوي، تعالوا نعوض، مديك الرو اي ب1.8 في 10⁻8، ومديك الطول ب1 والباي ب3.14، ونص القطر بنص تربيع، هتطلع معانا ب2.29 في 10⁻8 أوم. يبقى مطلعتش نفس قيمة المقاومة، يبقى الألف مش معانا. مقاومة موصل من النحاس طوله 1 متر يبقى ده ال L، ومساحة مقطعه 1 متر مربع يبقى ده ال E. كانت المقاومة 1.8 في 10⁻8، يبقى دي ال R. تعالوا نعوض ونشوف. ال R هتساوي 1.8 اللي هي الرو E اللي هو مديهالك في 10⁻8، وال L مديهالك ب1، والمساحة مديهالك ب1، يبقى هتساوي 1.8 في 10⁻8، يبقى طلعت نفس القيمة اللي هو مديهالك، يبقى الإجابة هتبقى رقم ده. سؤال 57. إذا علمت أن المقاومة النوعية للنحاس 1.8 في 10⁻8، فأي مما يأتي يمثل طول ومقاومة سلك من النحاس مساحة مقطعه 10 مليمتر. مديك الرو إي ب1.8 في 10⁻8، ومدينا الإيه ب10، بس هي مليمتر، احنا هنحولها هنضرب في 10⁻6. هو السؤال ده متوقف على ايه؟ متوقف على التجربة. فتعالى كده نجرب. في أول حاجة مدينا الطول ب10 والمقاومة بإيه؟ 1.8 في 10⁻8. الآر بتساوي رو إي في ال على ال A. تعالوا نجرب ونشوف المقاومة هتطلع نفس القيمة دي ولا لأ. الرو إي ب1.8 في 10⁻8، وال مديهالك ب10، وال A 10 في 10⁻6، تطلع معانا لو حسبناها تطلع 0.018 أوم، يبقى دي مش معانا. تعالى كده بص الرقم ب يديك برضو الطول ب10، يعني نفس التعويض، والمقاومة طلعت بإيه؟ بنفس القيمة اللي جبناها، يبقى الإجابة هتبقى رقم ب، من غير ما نعوض بقى تاني ونعمل نفس الخطوات تاني. سؤال 58. سلكان أحدهما من النحاس والآخر من الحديد، لهما نفس المقاومة والطول، فإن النسبة بين نصفي قطري السلكين تساوي R الحديد للR النحاس. الR بتساوي رو E في ال على ال A، منها الرو E بتساوي R في ال A على ال L، هنفك ال A يبقى هتساوي R في باي R تربيع على ال L. وقالك إن المقاومة ثابتة والطول ثابت، فهنشيلهم، والباي كمان ثابتة، يبقى هتساوي ال R تربيع. يبقى نسبة ال R حديد لل R نحاس هتساوي، هناخد الجذر عشان كان فيه هنا تربيع، تبقى المقاومة النوعية للحديد للمقاومة على المقاومة النوعية للنحاس، يبقى الإجابة هتبقى إيه؟ رقم د. سؤال 59. أي من الأشكال البيانية التالية يمثل علاقة بين المقاومة النوعية لمجموعة من الأسلاك من مواد مختلفة والتوصيلية الكهربية لكل منهما؟ التوصيلية الكهربية اللي هي السيجما بتساوي مقلوب المقاومة النوعية، يبقى العلاقة بينهم علاقة عكسية، يبقى الإجابة هتبقى رقم أ. سؤال رقم 60. أي الأشكال البيانية التالية يعبر عن العلاقة بين التوصيلية الكهربية لمادة ومساحة المقطع؟ التوصيلية الكهربية بتساوي مقلوب المقاومة النوعية 1 على الرو إي، وبتتوقف بس على حاجتين، وهما نوع المادة ودرجة الحرارة. فمعنى كده هي ما بتتأثرش أصلا بالمساحة، فالعلاقة هتكون معاها ثابتة، فالإجابة رقم د. سؤال 61. موصل طوله 106.3 سنتي، يبقى ده ال L، وهنضربه في 10⁻²2 علشان نحولها، ومساحة مقطعه 1 مليمتر مربع، يبقى دي ال A، وهنضربها في 10⁻6 علشان نحولها، ومقاومته الكهربية 1 أوم، يبقى دي ال R. عاوز المقاومة النوعية. المقاومة النوعية اللي هي الرو E بتساوي ال R في ال A
على ال هنعوض تعويض مباشر. ال R مديالك ب1 والمساحة مديالك ب1 ونضربها في 10⁻6 علشان نحولها عشان مديالك بالملي، وال L مديالك 106.3 ونضرب في 10⁻2 علشان نحولها، وتطلع معاك 9.41 في 10⁻7 أوم في متر. يبقى الإجابة هتبقى رقم أ. رقم 2، عاوز التوصيلية الكهربية للمادة. التوصيلية الكهربية اللي هي السيجما بتساوي مقلوب المقاومة النوعية 1 على الرو إي، فهتساوي 1 على القيمة اللي احنا لسه جايبينها اللي هي 9.41 في 10⁻7، وتطلع معاك 1.6 في 10⁻6. يبقى الإجابة هتبقى رقم د. سؤال 62، الأشكال التالية توضح 4 موصلات معدنية لها نفس مساحة المقطع، ومسجل أسفل كل شكل التوصيلية الكهربية لمادة الموصل. أي من هذه الموصلات له مقاومة أكبر؟ ال R بتساوي رو E في ال L على ال A، والرو E بتساوي 1 على السيجما، فال R هتساوي ال سيجما E. تعال نعوض بقى في كل واحدة. ال R هنا هتساوي ال على السيجما E، هنا ال R هتساوي ال على 2 سيجما A. رقم ج، ال R هتساوي 2 ال على 2 سيجما E، الاتنين هتروح مع الاتنين فهتساوي ال سيجما E. رقم د، ال R هتساوي 2 ال على سيجما على الاتنين في ال E، الاتنين هتطلع فوق فهتساوي 4 ال على السيجما E. يبقى أكبر مقاومة هتكون رقم د، يبقى الإجابة هتكون رقم د. سؤال 63، تتصل محطة لتوليد الكهرباء بمصنع يبعد عنها مسافة 2.5 كيلو متر بسلكين، فإذا كان فرق الجهد بين نهايتي السلكين عند المحطة 240 فولت، وفرق الجهد عند نهاية المصنع 220 فولت، وكان المصنع يستخدم تيار شدته 80 أمبير. يبقى أنا عندي آدي المحطة والجهد بتاعها 240 فولت متوصلة بمصنع بسلكين، ادي ده المصنع والجهد بتاعه 220 فولت، وادي السلك التاني والمسافة بينهم 2.5 كيلو متر. يبقى انا هستنتج من كده ان ال L بتاعة السلك، ان المسافة اللي هي ال L بتاعة السلكين هتكون هنضرب ايه 2 في 2.5 يبقى هتساوي 5، يبقى ال L بتساوي 5 كيلو متر. عشان نحولها هنضربها في 10⁻3، ومدينا التيار ب80 أمبير، وعاوز المقاومة للمتر الواحد. طيب أنا عشان أجيب المقاومة هجيبها من إيه؟ من فرق الجهد، وأنا عندي جهد للمحطة وجهد للمصنع، فهجيب فرق الجهد بينهم. ال V بتساوي فرق الجهد الأعلى ناقص فرق الجهد الأقل، بتساوي 240 ناقص 220 هتساوي إيه؟ هتساوي 20 فولت. طيب ال R هتساوي ال V على ال I، هتساوي ال V اللي احنا جبناها اللي هي فرق الجهد اللي هي 20 على 80 هتساوي 25 أوم. طيب هو عاوز R للمتر الواحد، عشان اجيب R للمتر الواحد، R للمتر الواحد بتساوي R الكلية اللي أنا جبتها اللي هي دي على المسافة، هتساوي 25 على 5 في 10⁻3 هتساوي 5 في 10⁻5 أوم على متر. يبقى الإجابة هتبقى رقم أ. رقم 2 بيقولك نصف قطر السلك إذا علمت أن المقاومة النوعية لمادته 1.57 في 10⁻8. عاوز نصف القطر. ال R بتساوي الرو E في ال L على ال A، وال A هنا هفكها لباي R، يبقى تبقى رو E في ال L على باي R تربيع. يبقى ال R تربيع هتساوي رو E في ال L على باي R اللي هي المقاومة. يبقى ال R هتساوي الجذر اللي احنا قلناه ده اللي هو رو E في ال L على باي R، هتعوض هتطلع معاك ب 0.01 متر. يبقى الإجابة هتبقى رقم ج. سؤال 64، لديك 4 أسلاك من نفس المادة مختلفة في الطول والسمك، يعني ال L وال A،
تم توصيل كل منها على حدة مع نفس البطارية، يعني ال V ثابتة، وأميتر، فإن الأميتر تكون له أكبر قراءة في حالة السلك. طيب أكبر قراءة للأميتر هتكون مع أقل مقاومة، ال I بتساوي ال V على ال R، وقلنا إن ال V ثابتة. أكبر قراءة للأميتر هتكون مع أقل مقاومة، وأقل مقاومة هتكون في حالة، هنعرف دلوقتي، ال R بتساوي ال رو E في ال L على ال A. أقل مقاومة هتكون في حالة إن ال L هتكون قليلة وال A هتكون كبيرة، يعني السلك قصير، الطول بتاعه قصير، والمساحة بتاعته هتكون كبيرة يعني سميك. يبقى أكبر قراءة للأميتر هتكون عند السلك قصير وسميك، يبقى الإجابة هتبقى رقم ج. سؤال 65. سلك منتظم المقطع طوله L عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه V يمر به تيار شدته I. يبقى أنا عندي سلك طوله L ماشي فيه تيار I اتوصل بفرق جهد V. فإذا قطع جزء من السلك وتم توصيل طرفي الجزء المتبقي بنفس مقدار فرق الجهد V، وأصبحت شدة التيار 4/3 I، يبقى أنا جيت على السلك ده قصيت منه جزء، فبقى أقصر التيار اللي مشي فيه بقى 3/4 I، والطول أنا بالنسبة لي مجهول، أنا مش عارفه، وتوصل بنفس فرق الجهد. أنا عندي علاقة بين ال I وال R، بتقولك إن ال I بتساوي ال V على ال R، وال V عندي هنا ثابتة لأن الاتنين متوصلين بنفس مقدار فرق الجهد. ال I زادت لي 4/3 I، يبقى المقاومة بقت 3/4 R. معنى كده إن ال L بقى 3/4 L، يبقى الجزء المقطوع طوله ربع L، يبقى الإجابة هتبقى رقم ألف. سؤال 66. الشكل المقابل يمثل أطوال ومساحات مقطع 4 أسلاك مصنعة من نفس المادة، يعني ليها نفس الرؤي، فإذا وصل كل منها بنفس فرق الجهد يبقى فرق الجهد عندي ثابت عند نفس درجة الحرارة، فإن الترتيب الصح للأسلاك من حيث شدة التيار. طب هو مديك هنا مساحة ومديك طول، فأنا عشان أعرف الترتيب الصحيح لشدة التيار هعرفه من المقاومة. تمام. ال I أصلا بتساوي ال I بتساوي ال V على ال R، وال V عندي ثابتة، يبقى العلاقة عكسية بين ال I وال R، وال R بتساوي رو E في ال L على ال A، والرو عندي ثابتة عشان هما من نفس المادة، فأنا هشتغل على ال L وال A. طيب تعالى نجيب بقى المقاومة لكل سلك. المقاومة بتاعة السلك A بتساوي الطول بتاعها L والمساحة 2A. المقاومة بتاعة السلك B بتساوي L على ال A. بتاعة السلك C بتساوي 2L على ال A. المقاومة بتاعة السلك D بتساوي 2L على 2A، يبقى هتساوي L على ال A. معنى كده ان ال D بيساوي ال B. تمام كده، تمام. يبقى من حيث المقاومة ال C أكبر من ال B، وال B بيساوي ال D، والاتنين أكبر من ال A. ده من حيث المقاومة، واحنا قلنا ان العلاقة عكسية بين ال R وال I، يبقى من حيث شدة التيار ال A هتكون أكبر من ال B اللي هي بتساوي ال D، والاتنين أكبر من ال C، يبقى الإجابة هتبقى رقم ب. سؤال 67. الجدول التالي يبين مواصفات ودرجة حرارة 4 موصلات X و Y و Z و K منتظمة المقطع من نفس المعدن، يعني ليها نفس الرو E. أي من هذه الموصلات مقاومته أكبر؟ ال R بتساوي رو E في ال L على ال A، والرو E عندي ثابتة لأن هي من نفس المعدن. طيب أنا عاوز أكبر مقاومة. أكبر مقاومة هتكون مع أكبر طول وأقل مساحة وأكبر درجة حرارة. زي ما احنا شرحنا في الأول، قلنا إن كل ما هتزيد درجة الحرارة كل ما معدل التصادم هيزيد، كل ما المقاومة هتزيد، يبقى أكبر مقاومة هتكون عند أكبر درجة حرارة وأكبر طول سلك وأقل مساحة. طيب تعالى نبص كده على درجة الحرارة. دي 20، فدي مش تبقى معانا، ودي 50 معانا، تمام، ودي 20 أقل، ودي 50، يبقى الإجابة يا إما دي يا إما دي. تعالوا نشوف مين فيهم أكبر في الطول وأقل في المساحة. هنا الطول 2 والمساحة 4، وهنا الطول 4 والمساحة 2، يبقى الإجابة هتبقى دي، تبقى الإجابة رقم د. سؤال 68. سلك XYZ منتظم المقطع مقاومته الكهربية R متصل فيه دائرة كهربية كما بالشكل. السلك أهو. عندما يكون المفتاح K1 فقط مغلقا تكون قراءة الأميتر 4 أمبير، وعندما يكون المفتاح K2 فقط مغلقا تكون قراءة الأميتر 1 أمبير، فإن النسبة بين طولي جزئي السلك LXY ل LYZ تساوي.
طب لما كان الكي واحد بس مغلق احنا مشينا في الجزء ده بس من السلك، التيار مشي في الجزء ده بس من السلك. لما كان الكي اتنين مغلق التيار مشي في الجزء ده كله من السلك. تمام كده؟ تمام. يبقى الجزء ده الار بتاعته واي زد، والسلك كله ار اكس واي زد، والجزء ده الار اكس واي. تعالى نجيب التيار لما كان الكي واحد مغلق. الاي بتساوي الفي على الار. يبقى الاي واحد لما كان المفتاح الاول مقفول هتساوي الفي على الار واي زد. طيب اي اتنين لما كان المفتاح اتنين مغلق هتساوي الفي على الار اكس واي زد. تعالى نجيب النسبة بينهم. اي واحد ل اي اتنين هتساوي 4 على الواحد هتساوي الار اكس واي زد على الار واي زد، والفي عندي ثابتة عشان نفس البطارية. يبقى الار اكس واي زد هتساوي دي هتبقى 4 ل ار واي زد. يبقى السلك كله عندي هيبقى 4 والجزء ده 1، يبقى الجزء ده هيبقى 3. والعلاقة بين ال R وال L علاقة طردية، يبقى الجزء ده من السلك هيبقى 3 والجزء ده هيبقى 1، وهو عاوز نسبة جزء ال XY لل YZ هيبقى 3 على الواحد، يبقى الإجابة هتبقى رقم ب. سؤال 69. ثلاثة أسلاك نحاسية X و Y و Z لها نفس مساحة المقطع وأطولها 1 متر و4 متر و2 متر على الترتيب. يبقى ال X 2 متر وال Y 4 متر وال Z 1 متر. فإن نسبة مقاومة الأسلاك الثلاثة على الترتيب. يبقى عاوز ال RX ال RY ال RZ. ال R بتساوي رو اي في ال على ال A، والرو اي ثابتة علشان قالك أسلاك نحاسية يعني ليها نفس المادة يعني نفس الرو اي، وقالك إن ليها نفس مساحة المقطع يبقى ال A ثابتة، يبقى دول ثابتين، يبقى ال R بتتناسب طردي مع ال L، يبقى النسبة بينهم هتكون 2/4/1، يبقى الإجابة هتبقى رقم 1000. سؤال رقم 70. سلكان X و Y من معدن واحد ولهما نفس الطول ونصف قطر مقطعيهما RX و RY، ولف كل من السلكين على شكل ملف دائري نصف قطره R1 و R2 على الترتيب، فإن النسبة بين المقاومتين RX و RY تساوي. طيب ال R دي بتاعة الملف، ما احنا لفينا السلكين ايه؟ الملف دائري، فال R دي بتاعة ايه؟ بتاعة الملف. أما ال R دي بتاعة نصف قطر السلك. السلك عبارة عن شكل ايه؟ اسطواني، يبقى ال R دي بتاعة السلك. تمام كده؟ تمام. طيب ال R بتساوي رو اي في ال L على ال A، واقدر افك المساحة الباي R، يبقى رو اي في ال L على باي R تربيع. قلنا ان هما من نفس المعدن، يبقى الرو اي ثابتة وال L ثابتة، قالك ليها نفس الطول، والباي كده كده ثابت، يبقى احنا هنشتغل على ايه؟ نصف القطر. هنستخدم انهي نصف قطر بقى؟ نصف قطر مقطع السلك نفسه مش بتاع الملف. تمام كده؟ تمام. يبقى نسبة ال RX لل RY هتساوي، العلاقة بينهم علاقة عكسية، يبقى RY تربيع لل RX تربيع، يبقى هتساوي RY على ال RX الكل تربيع، يبقى الإجابة هتبقى رقم ج.